المقص احسن عشان سخنه بقى. تعالي بدوق بصوا من جوه. السلام عليكم. بس سخن دلوقتي يا بيجي، تحفه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض العيش السوري بطريقه سهله جدا وبسيطه. هنعمل الخبز السوري وهنعمل كمان سندوتشات كده باللحمه بطريقه سهله جدا وبسيطه. اكله ما بتاخدش منك وقت خالص. طبعا انا عامله كوبايتين دقيق. هو العيش السوري بياخد بس دقيق وملح والميه اللي احنا بنعجن بيها. معلش جات له مكالمه. زي ما قلت لكم العيش السوري بس هو دقيق وملح والميه ومعلقتين زيت. طبعا الميه ملهاش مقدار، انا هنا عامله كوبايتين. حابين تعملوا 3، حابين تعملوا اكتر على حسب ما انتوا حابين، يعني الكميه تبقى كتيره ولا قليله. فانا عملت هنا العجينه خلاص، لميتها بالميه، ميه عادي من الحنفيه لحد ما بقت بالشكل ده، وسبتها بقى تفتح براحتها. طبعا الحشو زي ما انت حابه بقى، فراخ لحمه اي حاجه. انا هنا كنت عندي لحم معصجاها. طبعا اللحمه المعصجه لو ساده، دي اللحمه دي بتبقى جاهزه عليها كل حاجه، يعني بعمل بيها كفته، بعمل بيها حواوشي، ممكن بعمل بيها زي ما انا هعمل النهارده. بس برضو بحط لها بصلايه وخليها تدبل على النار بمعلقتين زبده، وبحط اللحمه وحطيت عليهم طماطم وفلفل حامي وفلفل رومي، عندك فلفل الوان. وحطيت كمان هنا جبنه اللي هي العكاوي اللي هي المشلله، ما عنديش جبنه موزاريلا بس عندي الجبنه اللي هي المشلله دي اسمها العكاوي. فحطيت برضو هنا ايه قطع حلوه كده عشان تديني برضو مطه كده بعد ما شده، يعني بعد ما تخلص معايا برضو هحط في السندوتشات. نجهز بقى هنا العيش معانا عشان نعمله بقى على البوتاجاز على طول كده، سريع سريع، اكله سهله كده، سهله وسريعه. يلا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. طبعا انا مش عايزه عيش كبير، بقطع كده كوره صغيره. بسم الله. لو عندك ميزان وحابه توزني، انا عندي ميزان بس انا هعمل كده ايه، مش هكتر ايه، مش هكبر الكوره دي كده من فوق باش هنا. بسم الله. بحب اعمل كده بالنشابه بتبقى اسهل. بسم الله. طبعا دوت مش حاجه، ده زحمه كنت حاطاه ويعني اتعمل عليه شويه، مش مشكله عادي يعني. طبعا لازم العيش تكون رقيق ما يكونش تخين. بسم الله. بس مش كده خلاص اهو. هاكل تاني. بص بقى اي صينيه كده تبقى سخنه ونحط كده عليها العيش على طول. بص بقى بيدي ابتدى اللي هو ياخد لون من فوق اهو، وبعد كده هنقلبه على الناحيه التانيه. طبعا بقى واحده تطلع معاكي مدوره وواحده تطلع معاكي كده، مش كله يطلع مدور يعني. في الاخر كده كده هنحطه، هنحشي حاجات وهو يعني مش هيبين. دي تاني واحده. بص اول واحده تانية تاني. طبعا هنحط عليها على طول عشان ما تنشفش. خلاص خلصت الكميه. طبعا انا مش عاوزاه كبير، انا عاوزاه صغير بالشكل ده. 2 3 6. ده صغنن بقى، كانت عجينه صغيره فعملته كده. بص بقى انا اديته لون بسيط كده من فوق ومن تحت. يلا بقى نسمي الله ونشوف. بص بقى اوريكم الجبنه اللي انا كنت جايباها العكاوي دي، اسمها مشلله اللي بتتحط في انا كنت جايباها عشان اعمل فيها الكنافه النابلسيه بس ما عملتهاش. بصوا هي كانت في الكيس بتاعها، انا فكيته ورحت نقعها بميه عشان بيقولوا بيبقى فيها ملح، فطلعت معايا بالشكل ده. فمش عارفه بقى هي بتبقى كده ولا ايه. فانا حطيت في اللحمه زي ما قلت لكم، ادت معايا شده، فقلت برضه هحط منها بس مش هكتر. نبدا كده بقى ونشوف هنعمل ايه. كده اول رغيف. طبعا كنت بسخن دي بس هي ما سخنتهاش كده كده في الفرن يعني. بسم الله. مش هكتر بقى عشان خايفه يكون ايه نقلب كده بالراحه. بسم الله.
نحط كده بالشكل ده جنب بعض. هخلص بقى كله ونرجع نشوف هنعمل ايه تاني. خلاص خلصت الكميه كلها. طبعا دول الطوال دول انا لفيتهم على طول كده رول، ما عملتهمش من الجناب عشان كده طلعوا طوال. دول طبعا انا عملت كذا واحده معاكم. هجيب بقى السمنه كده وادهن وشها من فوق عشان تدي لون حلو، وادخلها بقى على الفرن. هي مبتاخدش وقت خالص يعني، كل حاجه مستويه معانا، بس ياخد لون من تحت شويه حاجات بسيطه ومن فوق حاجات بسيطه، ولما يطلع اوريكم. بصوا خلاص طلعتها، اديتها بقى لون بسيط، مش هطول عليها عشان ما تنشفش مني. ومن تحت برضو خدت لون حلو. هنجيب بقى واحده دلوقتي ونفتحها. طبعا الحاجه اللي باين ده حاجه حطها علشان البايركس سخن وعشان الازاز. بسم الله. طبعا هاجي بقى بداية تدوق دلوقتي. بصي من تحت خد لون برضو حلو. بسم الله. سخنة جدا. بس طلع حلو. عايزة بس اقولها لكم من جوه. هجيب بردانية تدوق دلوقتي معاكم. المقص احسن عشان سخنة بقى. تعالي بدوق. بصوا من جوه. السلام عليكم. بس سخنة دلوقتي يا بيتي. تحفة. دلوقتي عشان بس سخنة عشان ده بقى اللي انا لفيته على طول. نشوف برضو واحد كده. بسم الله. ده طبعا مبيبقاش زيت، بس مليه برضو، مليه برضو بس مش باين اوي عشان ده ملفوف غير ده. يعني الطريقة دي احلى، بيبان فيها اكتر. بصوا تحفة. بس تبرد بس وهدوء انا موجودة عشان بس ايه لسه سخن. بص ردينا مستمرة. لا سيبي ده، خليكي في ده بس سخن. لا ما هي ما انا قطعها اصلا بالسليمة، بس انا كنت عاملاها لفة. دوقي بالراحة. هي منفوخة. سخنة. بس هي بقى سخنة تحفة. طبعا اللحمة المفرومة بقى مع الحاجة اللي انا حطوها لما بتبقى سبايسي كمان، لما بتبقى سبايسي بتبقى احلى. هي اصلا الكفتة كانت فيها سنة شطة وانا حاطة برضو فلفل، فاكلة سريعة مبتاخدش وقت خالص. لو عجبتكم بقى الحاجة دي، حاجة سهلة كده وبسيطة. طبعا الحشو اي حشو انت حابينه، فراخ لحمة جبن اي حاجة. هتدوقي؟ ماشي انهي بقى. اللي عجبكم الفيديو تحطوا اللايك والشير وتفعلوا الجرس واشتركوا مع احلى صوت موجود. والسلام عليكم. مع السلامة.